السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله وبياكم على السنة والجماعة، ونكمل ما بدأناه في وضع الأدلة من كتب القيم على ضلالهم وبدعهم والغلو في الأئمة. هنا نرى في التميمة والدار الثمينة للسيد هاشم البحراني، تحقيق فارس حسون، العلم، مطبوعات بيروت سنة 1415 هجري، صفحة 190، اليتيمة والدرة الثمينة. هنا نجد بأن والعياذ بالله يقول محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال روى لي غير واحد من أصحابنا أنه قال: لا تتكلمون في الإمام فإن الإمام يسمع الكلام وهو في بطن أمه، فإذا وضعته كتب الملك بين عينيه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ولا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فإذا قام بالأمر وضع له في كل بلدة منارة من نور ينظر منه إلى أعمال العباد. والله سبحان الله يعني جعل فطرة الإنسان أنه يولد لا يعلم شيء، فقط يولد ويريد فقط أن يطعم، أن أحد يطعمه، وإن كان طفلا رضيعا فيريد أن يلتقم ثدي أمه. وهؤلاء يقولون أنه يسمع في بطن أمه. في أي ملة سمعتم هذا إخواني وأخواتي من أهل السنة والجماعة؟ يقولون يتكلم في بطن، يسمع في بطن أمه، يسمع في بطن أمه وهو يسمع في بطن. لا تحش فيه يعني، لا تستقتابه، ترى يسمعك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.